السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير، أموركم بخير دائما وأبدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم على بركة الله حبيت نقدم لكم واحد الوصفة اللي هي عبارة على فطيرة سهلة وبسيطة في التحضير، يعني وصفة خفيفة، وصفة صيفية إن شاء الله تعجبكم. بالنسبة للمكونات والطريقة مكتوبة على الشاشة في نفس الوقت، لأن غادي نعطيكم يعني المكونات والطريقة في نفس اللحظة. يعني نتمنى أن الفكرة تعجبكم إن شاء الله. ندوزو على بركة الله. المكونات: غادي ناخدو مقلاة غنوضعو فيها القليل من الزيت، زيت الزيتون، ما يعادل ملعقتين من زيت الزيتون. غادي نوضع بصلة مقطعة مربعات، نار متوسطة، وكنقوم بتحريك البصل لحد ما يصبح لونه ذهبي ويدبل، يعني واحد شوية، ما نخليوش يعني حتى يتحمر بزاف، فقط انه يدبل. غادي نضيف صدور ديال الدجاج، ما يعادل واحد 200 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع رقيق، يعني كما كنعملو ديال الشاورما تقريبا. كنحرك المكونات لحد ما يعني اللون ديال الدجاج يتغير. دائما كما كنقول لكم النار تكون نار اللي هي نار متوسطة. بالنسبة للحشوات دائما ما كنضيفوش الماء، ما كنضيفوش مرق، فقط كنكتفيو بالماء اللي كيكون في الخضر وفي اللحم. بعدها غادي نضيف التوابل عندي هنا. التوابل اللي غادي نضيف الملح، غادي نضيف واحد شوية ديال الملح كتبقى حسب الذوق. غادي نضيف كذلك هنا ما كنضيفش يعني كزبرة وبقدونس خضرين مفرومين، ما كنضيفش حاجة اللي هي خضراء. غادي نضيف التوابل اللي هو ثوم جاف، كزبرة ناشفة ويعني مطحونة، جافة مطحونة، شوية يعني القليل من الكركم والقليل من الفلفل الأسود. هادو هما التوابل اللي كنضيف. إضافة غادي نضيف كذلك ملعقة من المطرد أو من الخردل، تقريبا واحد ملعقة كبيرة من الخردل تقريبا، يعني هنا ما عبرتهاش، وضعت مباشرة. كنخلط المكونات مزيان لحد ما كينسجموا مع بعضياتهم. بعدها غادي نضيف ملعقتين كبيرتين من الصلصة ديال الطماطم أو عصير الطماطم. يعني الصلصة كتكون واحد الصلصة اللي هي ملسة، ما كيكونوش فيها البذور نهائيا ديال الطماطم. هنا ما استعملتش المركز، بالنسبة للبنات أنا ما استعملتش المركز، استعملت الصلصة ديال الطماطم، يعني صلصة مطحونة ومصفية من البذور. كنحرك هاد المكونات مرة تانية، دائما نار متوسطة، وكنبدا كنحرك لحد ما كتنشف هاد يعني هاد الحشوة هادي كتنشف كليا. بعد ما كنضيف الطماطم تقريبا كنخليها واحد 5 ديال الدقائق، وكنزولها من النار، يعني كتنشف مزيان صافي، وكنزولها من النار وكنخليها بالجنب لحد ما كتبرد. كما كتلاحظوا هنا يعني الحشوة راها نشفات مزيان. ضروري البنات الحشوة دائما تكون ناشفة. غادي ندوز يعني لتحضير الفطيرة. بالنسبة للفطيرة عندكم خيارات. أنا هنا استعملت العجين المورق اللي عملت من قبل، قطعته على شكل مثلثات، يعني وضعت ورق ديال الطبخ في صينية ديال الفرن، وضعت واحد الكاس في الوسط باش يحدد لي الدائرة ديال هاد الفطيرة هادي.
وضعت المثلثات بهذا الشكل هذا على شكل تقريبا شمس كما كيبان لكم. هنا البنات اللي ما عندهاش العجين المورق ممكن انها تعمل العجينه ديال 10 دقائق او العجينه القطنيه او عجينه المايونيز، يعني لها الاختيار. بعد ما نشكل يعني الشكل ديال الفطيره كنزول داك الكاس اللي عملت في الوسط. ممكن تعملوا اي حاجه في الوسط. الحشوه عندي بردات، كنوضع الحشوه يعني بشكل دائري كما غادي يبان لكم. كنمشي غير بشويه يعني بالمهل حتى كنعمل دائره كامله من الحشوه. بعد ما كنعمل دائره كامله من الحشوه كناخذ الجبن. عندي هنا الموتزاريلا وعندي جبن، ممكن تستعملوا اي جبن عندكم، سواء مثلث سواء مربع سواء يعني المهم اي جبن عندكم يعني كتبغيوه انكم تستعملوه. كنغطي هذيك الحشوه بالجبن وكنوضع الموتزاريلا في الجوانب، وغادي نخلي واحد الكميه ديال الموتزاريلا للتزيين في الاخير. بعد ما تخرج من الفران غادي نعمل موتزاريلا من الفوق للتزيين. بعد ما نكمل يعني الوضع ديال الجبن غادي نبدا نسد بالطريقه الموضحه على الفيديو. غادي ناخذ هذوك الاطراف بهذا الشكل هذا وغادي نوضع يعني داك يعني الطرف لتحت، وبهذه الطريقه غادي نمشي حتى نكمل يعني الدوره ديال الفطيره كلها. غادي ناخذ اصفر ديال البيضه، غادي نوضع فيه يعني نوضع عليه عفوا شويه او القليل من عصير الليمون الحامض، وغادي نطربه وغادي نوضعه يعني ندهن به الوجه ديال الفطيره. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، ممكن يعني فقط انكم تدهنوها وتدخلوها للفران لحد ما تحمر وهي سخونه كترشوها بالجبن. ممكن توضعوا يعني تزينوها ب لي زيرب دو بروفانس او لا بالسمسم. انا غنوضع يعني الحبات ديال السمسم او الزنجلان. يعني بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. هاد الفطيره هذه كتجي لذيذه يا البنات، كنتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تكون ناجحه معكم، لان راه ساهله بزاف بزاف وبسيطه. بالنسبه للطبخ كندخلوها الفران حراره 180 درجه ما يعادل 350 فهرنايت المده ديال على حسب الفران ديال كل وحده ما بين ربع ساعه 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. بعد ما كتحمر كنخرجوها من الفران، كنرشوا عليها اولا كنرشوا على الوجه ديالها الجبن، وكنقدموها مع صلصه مع الزيتون. يعني اختياري، يعني التقديم كيبقى اختياري. كنتمنى ان هذه الفكره تعجبكم وانكم تجربوها ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا على متابعتكم.